طيب احنا دلوقتي فضلنا الراديال ارتري وهنسحب منه. طب هنسحب منه خلاص تمام كده؟ قال لي لا، انت لازم قبل ما تسحب بقى تعمل حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها الانز تيست. ايه الاناليز تيست ده؟ ده عالم جه عمل عمل كده يعني تيست سريع، تيست بسيط. قال انت بما انك بتقول لي ان الراديال دوت انا هسحب منه ده شريان. طب انا شريان، افرض الشريان ده حصل فيه مشكله وانا بسحب، او ايا كان حصلت فيه مشكله، الشريان ده بيغذي كف الايد، الايد تقف؟ هقول له لا، في زي ما قلت لك في جار للشريان اللي هو الراديال ارتري ده، الالنر ارتري ده موجود جنبه، يعني بيوازيه من الناحيه التانيه. طب انا اعرف منين الشريان التاني بيغذي؟ عن طريق اختبار هو عمله كده مع نفسه، وقال لك الاختبار لازم اي حد يعمله. طبعا في ناس كتير بتسحب على طول من غير ما تعمل الاختبار ده، وده مش صح. انك لازم تعمل الاختبار ده بحيث انك ايه، تبقى مطمن. يعني المريض برضه حرام، انت بتتعامل مع مريض، فلازم تبقى ايه، يعني تبقى مطمن قبل ما تسحب، عارف انك مثلا لو حصل اي حاجه، ان شاء الله مش هيحصل حاجه، بس لو حصل تبقى ايه، عملت اللي عليك. طب انا بعمله ازاي؟ زي ما قلت لك هنا، انا دلوقتي عندي شريانين قدام بعض، هسحب من واحد والتاني لو سليم، والتاني لو سليم هيغذي الايد. طب التاني لو مش سليم وانا سحبت من واحد وحصل فيه مشكله، اصبح الاتنين اللي بيغذوا الايد فيهم مشكله، هقف انا على كده؟ يعني ايد الشخص ده تقف على كده؟ فعشان كده لازم اعمل الاختبار ده. اول حاجه، احنا دلوقتي رايحين نسحب من الراديال، فعندنا الالنر مش هنسحب منه، فاعمل ايه عشان اتاكد ان الالنر شغال وبناء عليه اسحب من الراديال، اللي هو لو حصل في اي حاجه الالنر بيغذي الايد. هتجيب ايد المريض اللي قدامك من ناحيه، يعني انت وش ايده فوق، الراديال من ناحيه الصبع اللي هو الابهام الكبير، والالنر من ناحيه الصبع الصغير. فهطلب من المريض ان هو ايه، ان هو يقفل ايده جامد، يعني تخليه يقفل ايده جامد، وتيجي انت بالصباعين بتوعك اللي هو السبابه والوسطى من الناحيه اليمين، والسبابه والوسطى بتوع الشمال، وتيجي تضغط عليهم بعد ما المريض قفل ايده. بعد كده خطوه رقم 3، تقول للمريض افتح ايدك. منطقي وبديهي انك تلاقي ايد المريض شحبه، اللي هو لونها ابيض، مش واصل لها دم، لانك قفلت مصدرين الدم اللي بيغذوها. المريض فتح ايده، لقيته المريض ايده شحبه، يعني ما فيهاش دم واصل لها. هتيجي انت تروح سايب صباعينك الاثنين اللي هو السبابه والوسطى من ناحيه اللي هو الالنر. يعني بص زي ما في الصوره كده، رقم 4 من تحت من على اليمين، انت صباعينك الاثنين على الراديال اللي هو من ناحيه الصبع الكبير، وصباعينك اللي هو ناحيه الشمال اللي هو من ناحيه الالنر انت شلتهم. فاصبح الشريان ده لو شغال الدم هيجي منه وهيغذي الايد تاني. فانت اطمنت ان الشريان التاني اللي انا مش هسحب منه اصلا، يعني ده مش هسحب منه، بس اطمنت ان ده سليم. طمنت ان ده سليم، خلاص انا اسحب من اللي هو الراديال بقى. الراديال لو حصل اي في مشكله لا قدر الله، عندي شريان تاني هيغذي ايدي مش هتقف. طب فكده بيسموها حاجه اسمها نورمال، يعني حاجه اسمها نورمال تيست، الاختبار دوت نورمال معايا طبيعي. طب لو انا طب انا بستنى قد ايه؟ انت المفروض مثلا في خلال من 5 ل 10، يعني 5 ل 15 ثانيه بالظبط، انت ايدك المفروض ترجع لطبيعتها لو شلت ايدك من على الالنر. يعني لسه قافل على الراديال وشلت الالنر، المفروض ايدك ترجع للونها الطبيعي الاحمر. طب انا بعد كده لقيت الوقت طول وايدي لسه ما احمرتش، وانا شايل ايدي من على الالنر ودايس على الراديال، كده في مشكله في الالنر. فابتدي اشوف ايد تانية، بيسموها ده اب نورمال، حاجه مش طبيعيه، لان المفروض الشريانين شغالين، شلت ايدي من على الالنر الشريان يبقى شغال ويوصل الدم. فابتدي اروح اشوف الايد التانية، وهكذا. يعني ما ينفعش تسحب من هنا بقى. طب انا خلاص انا شلت ايدي من على الالنر لقيته بيوصل الدم، خلاص اسحب من الراديال. شلت ايدي من على الالنر ولقيته مش بيوصل الدم، فكده في مشكله في الايد دي، ما ينفعش اعتمد على شريان واحد اسحب منه، لو حصل فيه مشكله الايد كده هتقف لان الشريان التاني واقف. فاروح اشوف الايد التانيه. بس يعني احنا كده فهمنا الراديال هنسحب منه ازاي.